السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بقناتي يلا نطبخ مع ميسا. اليوم عملت جبنة اشقوان وحبيت شارك معكم الطريقة. تابعوني. عندي كيلين حليب. اذا انتوا ببلادنا يعني بالدول العربية بدكم تغلوا الحليب طبعا بالاول وبعدين تخلوه ليوصل لدرجة الحرارة انه تقدروا تحطوا اصبعاتكم وتعدوا للعشرة وتتحملوه يعني بالزور يكون سخن عليكم. وانا الحليب عندي مبستر فانا حطيته بس حتى سخن لهالمرحلة، وطبعا طفيت عليه النار هلا متى ما وصل للحرارة اللي انا بدي اياها، وبحط له خل ابيض. عندي 3 معالق خل ابيض، انا بحطهم بالتدريج، بحط شوي معلقة معلقة وبحرك. بدي الحليب عندي يفصل، يعني بس تطلع المي لحالها والقريشة لحالها تبع الحليب بكون وصلت للنتيجة اللي انا بدي اياها. هلا هي الطريقة على فكرة انا عم علمكم كمان كيف بتعملوا جبنة الموتزاريلا او الجبنة اللي ممكن تشللوها تعملوها جبنة شلال او جبنة حلوم. شايفين كيف بهالطريقة؟ هلا شوفوا القريشة، شايفين اللي طلعت معي شلون هي شكلها مطاطية؟ هي الجبنة يلي انتو ممكن تعملوها جبنة موتزاريلا تنحط على وش البيتزا، او ممكن تشللوها وتعملوها جبنة شلال مشللة، او جبنة حلوم اذا ضفرتوها جبنة مطفورة. وصلت هلا مثل ما شايفين للنهاية. استخدمت 3 معالق خل ابيض كاملين لحتى وصلت لهالنتيجة. هلا بعد ما حصلت على هاي القريشة بغطي عليهم الطنجرة شوي شي دقيقتين وبتركهم ليرتاحوا وبعدين بصفيهم. بطالعهم مثل ما شايفين هيك من المي وبحطهم بمنخلة او مصفاية او شاشية عندكم، اي شي عندكم بيناسب لحتى تتخلصوا من المي تماما. بدكم تخلصوا من كل المي اللي فيهم. ان شاء الله انا ببقى بنزلكم طريقة الموتزاريلا لحتى تتعلموا بالضبط كيف بتقدروا تعملوها وكيف تصير ناجحة عندكم بالبيت، وطريقتها كتير سهلة. هلا هون حطيت عندي بيض عدد 2، حطيت لهم نص معلقة بيكربونات الصوديوم ونص معلقة صغيرة كمان ملح. الملح طبعا حسب الرغبة، فيكن تزيدوا او تنقصوا مثل ما بتحبوا. مثل ما شايفين انا بخفق البيض كتير منيح، وبعدين هلا هون حطيت القريشة اللي انا صفيتها كتير منيح من المي، رجعتها على الطنجرة وحطيتها وحطيت لها معلقتين زبدة معلقتين طعام. فيكن تقللوا الزبدة اذا بتحبوا اقل، وخصوصي اذا انتوا الحليب عندكم دسم كتير فيكن تحطوا معلقة واحدة. بتحب ترجع هاي الشغلة لذوقكم ورغبتكم مثل ما بتحبوا. انا حطيت معلقتين لانه الحليب عنا نحن مو كتير دسم، طبعا انا مستخدمه حليب كامل الدسم عندي هون، بس بيتم الحليب عنا مو كتير دسم. مثل ما شفتوا بحرك الزبدة لحتى تدوب وتتجانس مع القريشة. طبعا على نار هادية بدي اشتغل طول الوقت. هاي الطنجرة مثل ما شايفين هي ما بتلزق، بدكم طنجرة مثل هي تكون، او اي طنجرة عندكم على نار هادية ممكن تستخدموها مع استمرار التحريك ما بتلزق معكم طول ما انتم مهدين النار. بدها شوية طولة بال، يعني ممكن تاخد معكم هي العملية التحريك انتم توقفوا قدامها وتشتغلوا فيها شي ربع ساعة. مثل ما شايفين هيك تجانست الزبدة مع القريشة عندي وبلشت القريشة تدوب وتمط مثل ما شايفين. هلا بنزل قسم من البيض وبحرك بسرعة، يعني ما بدي البيض ينطبخ، بدي يتجانس مع الخليط بدون ما ينطبخ البيض. انتبهوا. شايفين كيف هلا اخذوا كل البيض، رديت بحط القسم الثاني وكمان بحرك بسرعة. هيك تجانس عندي الخليط ورجع صار عندي سائل. شايفين كيف بعد ما حطيت البيض؟ هلا كمان نفس الطريقة بدي تم عم حرك لحتى يتجانس معي الخليط ويرجع يسمك معي، وكل الشغل دائما باستمرار على نار هادية. ما من قوي النار حتى ما تشوط وما تلزق عنا وتحترق من سفلها وتنتزع وتتغير طعمتها. شايفين كيف انا ارجيتكم حسب الاضاءة انه هي صار لونها على اصفر؟ الاضاءة عندي ما كانت مبينة، هلا اخذت طرف تاني يعني انه حتى بين معكم اللون الاصفر. وبستمر بالتحريك، ما بوقف من التحريك ابدا. انا ما عم ورجيكم المرحلة كلها لانه مشان ما يكون طويل كتير عليكم. اخذت معي حوالي 3 ساعة تحريك على النار، ربع ساعة لثلث ساعة، يعني مو بالضبط ما بعرف، بس يعني هذا الشي كمان بيرجع حسب قوة النار عندكم. انا لانه الغاز عندي على الكهرباء اشتغلت على حرارة 2، يعني حطيته على 2، ما بقوي اكتر ابدا مشان ما تحترق معي مثل ما حكيت لكم.
وهون جهزت الوعاء اللي أنا بدي صبه فيه، دهنته زيت، حطيت شوية زيت، نقطة زيت جواته مثل ما ورجيتكم، وبستمر لسه بالتحريك، بقلبها طول ما أنا شايفتها. شايفين عم ورجيكم الحرارة إنه على الهادي، طول ما أنا شايفتها لسه ما تجانست بتم عم حركها. شايفين كيف بلشت تصير مالسة عندي وتتجانس، تصير قطعة واحدة. بدي إياها هيك تصير كلها مع بعضها تتجانس وتصير مالسة، ما بدي إياها تكون عم تفرط. رح تنضف الطنجرة كلها، حتلم كل شي هي بالطنجرة، ورح تصير كل قطعة واحدة مثل مو شايفين. صارت عندي جاهزة، حطيتها بالوعاء اللي أنا جهزته مسبقا، اضغطوها قد ما بتقدروا. طبعا بيكربونات الصوديوم حطيناها هي حتى تعطيها نفشة وفراغات جواتها. شايفين كيف عم ورجيكم سماكتها؟ الكمية تقريبا طلعت شي نص كيلو عندي من كيلين حليب. حجمها كتير منيح وظريفة وكتير متماسكة. هلا حورجيكم اياها. حطيتها، اخدت معي شي 4 ساعات. اول شي البراد خارج البراد شي ساعة، بعدين بالبراد شي 3 ساعات ل4 ساعات خليتها حتى بردت تمام. ومثل ما شفتوا كنت حاطة على وشها نايلون مشان يحفظها انه ما يصير لها طبقة هيك، بس هي ما بيصير لها لانه هي كتير متماسكة. وهي بتقلب بسهولة لانه نحن دهنا العلبة بزيت او الوعاء اللي حتحطوا فيه اذا دهنتوه بشوية زيت. تفرجوا قديش ما احلاها ومتماسكة، شكلها كتير كتير ظريفة والطعمة طيبة. والمكونات اللي نحن استخدمناها كلها مكونات طبيعية مثل ما شفتوا، يعني هي ما فيها مواد حافظة ومطبوخة كتير منيح. ممكن تقعد عندكم بالبراد لشهر ما بيصير لها شي لأنها مطبوخة كتير منيح على النار. إن شاء الله تكون الوصفة نالت إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.